طبعا يا ولاد الشتاء بدأ. يعني ايه؟ يعني كيكة بالبرتقال. ليه كيكة بالبرتقال مرتبطة بالشتاء؟ علشان البرتقال بيطلع في الشتاء، فتلاقي دايما احنا في الشتاء بنعمل كيكة بالبرتقال. وتعودنا كده من اهالينا، يعني زمان تعودنا ان اهالينا لازم طول الشتاء يعملوا لنا كيكة بالبرتقال. بتبقى طعمها جميل وبتبقى مختلف طبعا عن طول السنة. طول السنة احنا بنعمل كيكة عادية، كيكة بالشوكولاتة، كيكة بالكريمة، أي كيكة. لكن الكيكة بالبرتقال بالذات لازم نعملها في الشتاء. نبدأ نعمل كيكة بالبرتقال، تعرفوا ان الشتاء خلاص دخلت. ودي عادات وتقاليد بتاعت أهلنا. كنا زمان نقوم من النوم على ريحة الكيكة بالبرتقال، نقوم كده على ريحة البرتقال، كده ايه الريحة الجميلة دي؟ اتاري أمهاتنا عاملين لنا ايه؟ كيكة بالبرتقال، نشرب بيها شاي بلبن، نشرب بيها شاي. ممكن نيجي من المدرسة نلاقيها قلب ريحة البيت، الكيكة بالبرتقال. فكان ليها ذكريات جميلة معانا ومع أهالينا زمان، فتعودنا عليها. فبرضه لازم نعود أولادنا عليها، ولازم دايما في الشتاء نعودهم على الكيكة بالبرتقال. وهي طبعا كيكة تبقى طعمها جميل، وفي نفس الوقت ايه، فيها فايدة البرتقال. فتعالوا بقى نعمل النهارده كيكة بالبرتقال بتاعت أهالينا. وبس هنعمل فيها تكة كده صغيرة، اللي هي ايه بقى؟ هنعمل لها صوص نحطه عليها من فوق. بس الصوص ده هنعمله بالايه؟ مش هنعمله من البرتقال. احنا بس هنبشر كده ايه، بشرة برتقال، ونحطها عليها تديها ايه، نكهة كده وطعم جميل. لكن الصوص اللي هنعمله دوت هنعمله من تانك البرتقال. بيفرق كتير، يعني انت ممكن تعمليه من البرتقال نفسه بس مش بيديكي نفس المزازة ونفس الطعم بتاع التانك. انا جربت دي وجربت دي، فقلت انزل لكم بقى إيه بالوصفة اللي انا جربتها اللي عجبتني، اللي هي ايه، اللي هو التانك. عملت بقى التانك ده، عملت له صوص كده، وعملته ولا تقيل ولا خفيف، وطلع طعمه تحفة بجد، طلع طعمه جميل جدا. اهو انا بعمل دلوقتي ايه، التانك فضيته، ورحت حاطه عليه معلقتين سكر كبار، ورحت قلبته، وحطيت برضو عليه شوية ايه، عصير برتقال من اللي انا عصرتهم. احنا لازم برضو نعصر عصر البرتقال عشان تدي طعم كده لذيذ ايه، وطعم حلو. هحط هنا معلقتين نشا بقى، معلقتين نشا صغيرين مش معلقتين كبار، يا دوبك اربط بس الايه، العصير ده. لو انتوا عايزينها مززه حطوا الكيس كله، لو انتوا ما بتحبوش الحاجه مززه قوي حطوا نص الكيس، وحطوا نص الكميات اللي انا عملتها دي، ونص كوبايه لبن، وقلبي وارفعي على النار. هيعمل صوص ولا تقيل ولا خفيف، صوص حلو جدا، وهيبقى ليه نكهه وطعم جميل، عشان التمك طبعا بيبقى ليه نكهه حلوه كده. بس، وعملتها هنا واستوت وكانت جميله جدا. وهو جبت الصوص اهوت وحطيته عليها، طلع تحفه، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. زي ما قلت لكم، اللي بيحب مزز يحط الكيس كله، اللي ما بيحبش الحاجه مززه يحط نص الايه، الكيس، ونص المكونات اللي احنا حطيناها ديت. وهنا خلصنا كيكه البرتقال يا ولاد. بصوا طبعا لازم ندوق في الاخر، طلعت جميله جدا. وهي كيكه بتفكرنا بالزمن الجميل. انا بحب اعمل الحاجات اللي بتفكرنا باهالينا زمان، وبتفكرنا بالزمن الجميل والعادات والتقاليد، ونعود ولادنا عليها، نعود ولادنا على الحاجات دي. الحاجات دي جميله، وتطلع في الاخر ليها طعم حلو. ولازم نعود ولادنا احنا عشان الكيكة ولادنا يعودوا بالبرتقال احسن. بتاعت أهالينا، بس احنا والحاجات نزود دي إضافات كده من عندنا.